حاجتين في حياتك، بص بيقهروا الواحد وبيضايقوه: العشم والظلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. منتخب مصر يخسر من منتخب الأرجنتين بفعل فاعل زي ما بيقولوا. خسرنا 3-2. انت في الماتش كنت ممكن تكسب. انت مش هقولك كنت احسن، احنا كنا اغلب الماتش مضغوطين. كل ماتش كنا مضغوطين، ولكن انت بالهجمات اللي رحت انت سجلت وعملت ماتش كويس، لدرجة هنتكلم عن الماتش بس لدرجة ان حكم ظالم، حكم فاجر زي ما بيقولوا، حكم ما عندوش ولا ذمة ولا ضمير ان هو يعمل اللي عمله دوت. فاولات مش بيحسب، بلنتيات مش هحسب. غير لميسي طبعا، يعني ده ميسي ده خليه حاجة على جنب، فاهم؟ الراجل ده بيلعب كورة، بص، مية مية وعلى راسنا، اعظم لاعب في العالم، تمام. بس بالنسبة للناس اللي بيحبوه فهو مدلل، مدلل، ومحدش يجي يكلمني في كده. هوت الراجل ده لعب الكورة مفيش اعظم منه. كمدلل الفيفا بتطبل له، الحكام بتطبل له، فاهم؟ كل الناس فاهم اللي هو ميسي مش هينفع يخرج خسران، فاهمني؟ ده بعيدا عن الحوار بتاع حسام حسن اللي عمله في المؤتمر الصحفي، طلع وقال كلمة حق لاخواتنا، وهو الراجل ده راجل، قال كلمة حق في اخواتنا. النهارده بيترد فيه في الملعب. اي حاجة خد انذار، اي حاجة خد طرد، فاهمني؟ للجهاز الفني. آه انت مش هتكسب، فاهمني؟ اللي هو انت مش هتكسب عافية ذوق، لا احنا كسبنا. احنا كسبنا كرامتنا وكسبنا شجاعتنا ان احنا رحنا. خسرنا في كورة، مع ان الواحد يعني فاهم، الواحد مبسوط بمنتخب بلده ان هو عمل كده هوت، وانه خسران بالعافية. ولكن الواحد ما خسرش، الواحد كسب. كسب ان احنا في محفل عالمي زي دوت، ما نسيناش اخواتنا واتكلمنا عنهم، وخسرنا بسبب الكلام عنهم. خسرنا بسبب الكلام عنهم، فالحمد لله. خسرنا بسبب الكلام عنهم. آه بس دوت شرف لينا، شرف لينا احنا كمسلمين. كابتن حسام حسن فوق دماغنا، فوق دماغنا، اللعيبه فوق دماغنا. عملوا ماتش كبير وكنا هنكسب وكنا كسبانين، ولكن الخسارة بفعل فاعل. الحكم نفس الدوسة اللي اداسها اللاعب بتاعهم ولغى الجون التالت لزيكو حصلت مع محمد صلاح والداس. هتقول لي طب لا، فيها وعليها. في نفس اللعبة ديت حمدي فتحي مشدود في منطقة جزاء الأرجنتين، والمفروض تبقى بيلن، يعني يلغي جونهم ويرجع يحسب فاول وبيلن لحمدي فتحي المشدود، مشدود من التيشيرت، مشدود في البيلن عندهم في منطقة الجزاء عندهم. ولكن الحكم والفار، فاهم؟ يعني فاهم انت، الواحد مش عايز يقول الفاظ، يعني ظلمه ظلمه وفجر انك انت تشوف كده هوت ومش عايز تحسب علشان ميسي. يا عم احنا بنحبه بس خلاص، هو النهارده الماتش بتاعنا. يعني ايه يعني احنا هنخرج خسران؟ شفت تصريح زيكو يعني بيعيط؟ لا يا عم، انت راجل، انت راجل فوق دماغنا يا زيكو، انت راجل فوق دماغنا وعملت بطولة عظيمة. انت ان هو عمال يعيط، قالك البطولة موجهة، بنتضرب في الملعب، الحكم مش بيحسب، وهي خلاص هي مكتوبة للأرجنتين، هتتاخد للأرجنتين. حسام حسن قال لك اسمه ده، قال لك يعني هي حوار تسويق ان ميسي لازم يبقى موجود، عشان فاهم انت ميسي قيمة ميسي فلازم يبقى موجود، فيحصل كده. هوت ابو تريكة قال لك احنا بنلعب ميسي والفيفا والتحكيم، في ميسي والفيفا والتحكيم، فاهمني؟ انك انت لا، انت مش انت. يعني ايه ميسي يخسر؟ فاهمني؟ يا عم احنا بنحبه بس هو وحش، هو وحش، فاهمني؟ مش هو وحش، المنتخب وحش، فاهمني؟ المنتخب ده المفروض يكسب. ليه الظلم؟ ليه الظلم؟ بس لا، يعني انتوا الناس اصلا مش معترفين بالقضيه الفلسطينيه، فانت هتفضلوا طول عمركم ظلمه، تفضلوا طول عمركم ظلمه. واحنا مبسوطين بالمنتخب، والف شكر ليكم، انتوا رجاله، كنت على قدر المسؤوليه وكنا هنكسب. ولكن الحمد لله مش خروج مشرف، دي فضيحه. تفرق بين فضيحه وخروج مشرف. خروج مشرف ان انت تبقى قاعد وخسران بالعافيه، يعني خسران بالعافيه 1-0 بس انت متهان في الملعب. لكن انت النهارده انت كنت كسبان، والماتش المفروض يبقى 3-3 ولسه هنروح اكسترا تايم مع بعض وليله، فاهمني؟ وفي طرد اصلا على انزو مدي امام عاشور بالبنيه، فاهم؟ مديله ديب كده بالبنيه. ولكن ولكن التحكيم والتطبيل كان ليه رأي آخر. فالحمد لله عملتوا ماتش كبير، انتوا فوق دماغنا في اي حال. والحمد لله ان احنا خرجنا بالطريقة دي.
الواحد كان خايف يخرج بطريقه نتهام في الملعب بقى، وثلاثه صايمه ليهم وبتاع. لا، لا، ده انت خارج مظلوم، انت خارج مظلوم. فالحمد لله، الحمد لله. نتكلم دلوقتي في الماتش. اول حاجه الخطه، العميد نزل بخطه كويسه. نزل اسمه بمحمد هاني وياسر ورامي كريم حافظ، اتنين ديفندرات مروان ومهند، امام عاشور، زيكو ومحمد صلاح، ومين تاني، وهيثم حسن. هيثم حسن اللعيب الكبير اللي عمل ماتش النهارده كبير جدا جدا جدا. بسم الله ما شاء الله عليه. اللعيبه والله كلها عملت ماتش حلو. مصطفى شوبير، مصطفى شوبير. بص احنا هنيجي لواحد واحد، بس نتكلم الاول في الماتش. اول 10 دقايق كان هدوء من منتخب مصر، مفيش كرة خطيرة. هدوء، هم المستحوذين، بس انت هادي في الملعب، منظرك كويس هادي. اللعيبه بتمسك الكرة، بيحاولوا ينقلوا. بعد كده هي كانت كرة الاوفسايد اللي اتلعبت من ديبول بالعرض، ولكن ضاعت. دي برضو كانت كرة خطيرة في اول 10 دقايق، بس يعني الحمد لله كانت اوفسايد. بعد كده كان في قلق شوية في اول الماتش. اللعيبة مش بتتحرك لبعض، برضو في رهبة ان الماتش صعب وانت بتلعب بطل العالم وبتاع. بس اللعيبة كان في رهبة في الاول، ما كانوش بيتحركوا لبعض، كان في قلق. بعد كده قدروا يوزنوا نفسهم. والهدف الاول لياسر، الهدف اللي كلنا صيحاتنا. بص، مصر كلها كانت بتترجى من الهدف فاول صلاح لعبه امام لعبه لمروان عطيه، عرضيه سوبر من مروان عطيه، عرضيه سوبر من مروان عطيه لياسر. تسلم دماغك، تسلم دماغك. وهدف في مارتينيز، وكلنا الصيحات تعلى والفرحه تعلى، فرحانين كلنا، فاهم؟ هنكسب، فاهمني؟ اللي هو انت هنكسب وفرحانين فرحانين. والهدف الاول. بعد كده قلت الحمد لله احنا اللي جبنا جون الاول، لان لو كنا هما جابوا جون الاول كان هيفضل الضغط علينا. بعد كده بيلين على هيثم حسن. بيلين صحيح 100% هو داخل فيه، ولكن يجي الاسطوره، يجي العالمي، يجي اللي ربنا يحميه، يجي للي فاهم، تسلم البطن اللي شالته، فاهم انت؟ مصطفى شوبير، مصطفى شوبير يقف قدام ميسي. مش ميسي بس بقى، يعني هو وقف قدام ميسي، وقف قدام التحكيم، وقف قدام الفيفا، ويصد ضربة جزاء من ميسي. طبعا احنا برضو انفجار، فاهم انت؟ اللي هو الله اكبر، الله اكبر، ربنا يحميه. شال كمية اجوان، رعب رعب. يعني هي شالت بيلين. حتى انا كتبت على صفحتي على الفيس اللي هو عايز بيلين تاني، نديك بيلين تاني هيصده، فاهمني؟ والحمد لله صده. بعد كده اوفا شال التاني، كانت عرضيه خطيره والراجل طلع بالدماغ. لكن مصطفى شوبير الراجل ابن الراجل شالها بشكل كويس جدا. بعد كده شوبير شال التالت. يا جدعان برضه منتخب تقيل يعني، معلش. هما ككوره، لا هما بيلعبوا كوره، بس كان في مساندات خارجيه هي اللي اديتهم زقه. الزقه دي كانت تفرق معانا احنا. شال التالت بشكل رهيب، الكرة على الارض، نزل انفرد ايده وصدها. تسلم تسلم تسلم، وانت فوق دماغنا، انت بطل الماتش، انت راجل الماتش بالنسبه لي، راجل الماتش. انتوا كلكم رجاله الماتش، وكابتن حسام حسن راجل الماتش. ولكن مصطفى شوبير النهارده عمل اداء عظيم عظيم عظيم. بعد كده كتبت كل منتخب بيدافع، والدقيقة 41 ده الطبيعي، انك انت قدام بطل العالم وجبت جون، فانت طبيعي هترجع تدافع. طبيعي انت مش هتفتح خطوطك، فاهمني؟ وطلعت انت الشوط الاول انت الكسبان، فاهمني؟ حتى كتبت وانت طالع انت الشوط الاول انت الكسبان، فبقيت مبسوط جدا، مبسوط جدا. هو ده اللي انا كنت عايزه، ان منتخب مصر يطلع الشوط الاول كسبان ثقه. هنزل انا الشوط التاني هكلح عليهم بقى والعب لعب، فاهم انت؟ والعب على المرتدات وكده اهو. بعد كده كتبت منتخب مصر برضو بيدافع زي الشوط الاول. بعد كده الشوط التاني بدأ خروج امام عاشور للاصابه ونزول حمدي فتحي، تمام. بعد كده دفاع المنتخب واستحواذ ارجنتيني، ده طبيعي. ما هقول لك تاني، ده طبيعي انك انت تجيب جون. برضو هم قدراتهم عاليه، فانك انت تلعب على قد قدراتك. انا هدافع والعب على المرتده، ده الصح. استحواذ يمين شمال شمال يمين، ولكن مفيش خطوره على المرمى، وده اللي كان مهم، فاهمني؟ هو مستحوذ على الفاضي، لكن الحمد لله مفيش خطوره على المرمى. بعد كده مين تاني؟ بعد كده هدف مصر الملغي عالمي. اتفرج على هيثم حسن، هيثم حسن خلاهم ما يسوش نكله النهارده. فكك بقى، فكك بلا ارجنتين بلا مش عارفه مين، ما خلوهمش يسووا نكله. اتفرج عليه النهارده وهو مسك، خد الاول، بعد كده قام كلفت التاني، بعد كده التالت، بصاها لعمك محمد صلاح. محمد صلاح عمل اسيست عالمي لزيكو، وزيكو حطها بشكل، بص، فوق 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 الممتاز. فكرني بكرة دي ماريا اللي كانت في النهائي بتاع السنه اللي فاتت، حطها كده
فبسم الله ما شاء الله مرتده زي ما بيتقال الكتاب. هيثم حسن النهارده خلاهم مسوش نكله، مسوش نكله. فكك، كلها نفخ، كلها نفخ، وكلها بتساعد، وكلهم بيساعدوهم يا باشا عشان يكسبوا. ولكن الحمد لله اللعيبه النهارده اثبتوا عكس كده اهوت. الحمد لله اللعيبه النهارده اتفرج عليهم واتفرج على الهجمه دي. لكن الجون يتلغي بسبب دوسه حصلت ورا، المفروض اصلا ما يتلغيش وبيتحسب بره، ولكن انت لغيته صح. اثبت بقى على مبدأك لو انت راجل عندك مبدأ. لو الحكم عنده مبدأ اثبت على مبدأك. لغيت يا باشا الجون، قشطه. بعد كده هوت هدف زيكو اسمه دوت التاني، يعني عملنا الهجمه دي يجي منها الجون. الجون زيكو بقى عالمي. اتفرج على محمد صلاح وهو راح وسط ثلاثة بيرقص ويعدي هدي. استنى هيثم حسن يطلع، هيثم حسن يكلفت الدفاع، خد الراجل على الثابت وعملها بالعرض، وزيكو يجي ديب. والهدف التاني لمنتخب مصر. وسط فرحة عارمة، فرحة انفجار، انفجار. خش عندي على الفيس، انفجار. احنا انفجرنا، فاهم انت اللي هو ارجنتين مين والناس نايمين يا صاحبي. احنا دوسنا عليهم النهارده، دوسنا عليهم. كنت بتدافع وبتلعب على المرتده، وكنت انت الكسبان ومش عارفين يحلوا قدامك، فاهمني. وجبت التاني وفرحنا، وكلنا فرحنا. بعد كده اهو اصابه هيثم حسن ونزول تريزيجيه، اللعيبه مش خارجه، اللعيبه خارجه اصابه، تعبوا. بعد كده هو كتبت هدف الارجنتين الاول. هدف اللي هو بتاع روميرو، العرضيه اتلعبت، روميرو طلع حطها بشكل كويس جدا. بعد كده هو كتب نزول مرموش وخروج زيكو كان خلاص تعب خالص ده في اخر الوقت. بعد كده كرة خطيرة قوي من الارجنتين، عدت على خير، اللي هي كان كرة كده هو بالعرض، اللي هو ميسي قعد عدى فيها من الجنب وطلعت الحمد لله. الكرة دي كانت خطيرة جدا، ولكن الحمد لله عدت على خير. بعد كده هو الهدف التاني للارجنتين، كرة ملعوبة بالعرض، حصل دربكة في ال 18، ميسي شاطها بكل غل، فاهم انت، جيب شاطها وانفجار. والجون التاني طبعا احنا بعد الجون الاول فضلنا مقلقين، فاهم. 10 دقايق خلاص، امسك نفسك، امسك نفسك، فاهم. 10 دقايق قام دخل الجون التاني، احنا معنوياتنا وقعت، فاهم يعني. احنا الناس قاعدين في القهوة معنوياتنا وقعت، مش قادرين نكمل الماتش. خلاص تعبنا اللي حط ايده كده، فاهم انت، واللي بعد عن الشاشه خلاص مش قادرين، فاهمني. الاعصاب وقعت. تخيل بقى اللعيبه اللي في الملعب معنويات وقعت، فاهم. جون تاني جه بقى، انا بقيت معلق على كلمه ايه، نهدى ونمسك احنا لسه فيها، فاهم يعني. الحمد لله انت جبت جونين فهم تعادلوا معاك. اهدى، اهدى، سيطر على الماتش، امسك الكوره، انت لسه فيها، لسه فيها. لعيبه مسكت الكوره، هديت، الدنيا حلوه، فاهم. كتبت سيناريو ولفظ مش عايز اقوله، ولكن سيناريو وحش لو حصل تبقى وحشه قوي. مسكنا الكوره، هدينا، بننقل بتاع. وبعد كده هوت فين، معلش كان كاتب النقط. بعد كده هوت مسكنا الكوره وهدينا وبتاع، اتقدمنا شويه، حاولنا ان احنا نخطف في الاخر، ولكن كوره عاليه وصلت مش عارف ميسي ولا مين، كان لو طارو وصلت له على الطرف، هدي من ناحيه كريم حافظ، رامي ربيعه داخل عليه، ملحقش، عمل العرضيه انزو كان في واحد تاني وراه مش فاكر هو مين، ولكن كان ياسر لوحده عليهم، وانزو يطلع يحط بالراس. والهدف الثالث للارجنتين. وسط طبعا احباط مننا، احنا بقينا كلنا قاعدين، فاهم انت اللي هو، فاهم عارف انت اللي هو لما تبقى في حلم او تبقى نايم وحد يوم جاي مديك فاهم انت بجرد المايه كده في وشك، اللي هو اصحى. وحشه، فاهمني، وحشه. بس الواحد بعد ما دخل الجون طبعا كلنا زعلنا، الماتش خلص على كده اهوت. فالواحد زعل، ولكن الواحد وهو ماشي في الشارع راجع البطوله من الاول، يعني لو انا رجعت كده هو بقى، فاهم انت، من اول ما حسام حسن كان بيختار القايمه والناس كانوا بيشككين فيه، ولكن الحمد لله ربنا كرمه في دور المجموعات كله، فاهم. وكنا هنكسب بلجيكا وكنا هنصعد اول، ولكن ربنا كرم وصعدنا تاني، ما صعدناش تالت كمان. رحت قابلت استراليا، عملت قدامهم ماتش كويس وصعدت. وكنت رايح تلعب الارجنتين، ورحت ولعبت الارجنتين وحركت الارجنتين وكنت هتكسب الارجنتين، ولكن زي الفساد اللي انا قلتلك عليه، مش عايز اعيد الكلام تاني، الفساد اللي قلتلك عليه في اول الفيديو كان ليه دور تاني. فقلت طب انا زعلان ليه، فاهم. لا انا مزعلش، انا انبسط ان اول حاجه منتخبي بقى ليه هويه، منتخبي بقى
قادر يكسب، منتخب مبقاش بيدافع بس، منتخب يبقى قادر يهاجم وقادر يدافع، قادر يقسم الماتش، قادر يحرك فرق كبيرة زي الأرجنتين وزي بلجيكا. ولما قابلنا البرازيل عملنا قدامهم برضو ماتش كويس في الوديات، وكسبنا روسيا في الوديات. فأنا منتخبي بقى منتخب كويس، بقى منتخب أنا أفتخر بيه، أفتخر بيه عشان آه الحاجات اللي قلت لك عليها دي، وافتخر بيه علشان اللي هو عمله، اللي هو رغم كل ده ما انساش اخواتنا في فلسطين واتكلم عنهم. ما قالش انا رايح العب كوره، فاهمني، انا رايح العب كوره انا مالي، لا، لا، اخواتنا في القلب. وهي مش كوره بس، فاهمني، يعني هي مش كوره بس. لو يعني الحمد لله ان حسام حسن والرجاله استغلوا حدث مهم زي ده ان هم يتكلموا على اخواتنا في فلسطين. فانا بالنسبه لي احنا ولا خسرنا ولا حاجه، احنا كسبنا كرامتنا، فاهم، طز في كاس العالم، فاهمني. ما احنا عارفين اللي فيها. كنت هتخلص هتقابل يا كولومبيا يا سويسرا، عديت منهم، هتعدي من انجلترا، هتعدي من فرنسا، كانت صعبه، فاهمني. فانت عارف ان انت كنت لا محاله كنت هتخرج، فاهمني، بس اخرج وانا واخد حقي، فاهمني، انما انت ظلمتني. بس الحمد لله انا عارف انا مظلوم ليه، عشان حاجة مهمة انا اتكلمت فيها، فاهمني، وحاجة مهمة انا قلت الحق فيها. وبسبب حكم، اي حد راح بيتكلم معاه بيديله انذار، والمدير الفني بيتكلم معاه بره بيديله طرد. فهي كانت متوجهة زي ما زيكو قال. فالحمد لله، ما تزعلوش يا جدعان، احنا منتخبنا كبير، وان شاء الله ان شاء الله افريقيا ان شاء الله هناخدها السنة الجاية. منتخبنا كويس، عايز بس حاجات لعب عليه. شكرا كابتن حسام، شكرا اللعيبة. ان شاء الله افريقيا الجاية ان شاء الله تكون من نصيبنا، وان شاء الله نروح كاس العالم 2030 ونأدي فيه احسن من كده كمان، ويكون فيه آه يكون فيه، فاهم انت، حق لينا اكتر من كده اهوت، ما نظلمش فيه يعني، من الاخر. شكرا للعيبه، عايشتونا حلم. شكرا لكابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن، مش عايزين ننساه، والمحللين وكل البعثه. شكرا ليكوا، عيشتونا حلم جميل جميل جميل. انا مبسوط ان انا عشت الحلم ده مع منتخب مصر. وكده تبقى انتهت الحلقة. ولو عجبتك ما تنساش اللايك والسبسكرايب، ولو عجبتك رن الجرس عشان تشوفنا على طول، وشير الحلقة عشان الكل يشوفها. كان معكم محمد ماهر في برنامج كرة بالعقل. سلام.